السلام عليكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم واحد الخبيزات كيزيو لذيذين بزاف 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 ومفشفشين في الفران. اذا غادي نحتاجوا تقريبا شي 8 ديال الكيسان ديال الدقيق هكاك، ولكن نتوما على حسب زعما العائله. حنايا حيت كثيرين شويه داكشي غادي ندير 8 باش يخرج لي كثير. وغادي نضيف ليه تقريبا شي 2 الكيسان ديال الدقيق كومبلي اولا دقيق كامل بالنخاله ديالو، وغادي نغربلو حتى هو. يعني على حسب نتوما شحال غادي يناسبكم في الدقيق، يعني ماشي بالضروره ديروا نفس الكميه ديالي، يمكن لكم تنقصوا، يمكن لكم تزيدوا على الكميه اللي درت، يعني على حسب شحال نتوما في الدار. ومن بعد غادي نضيف تقريبا شي معلقه ونص ديال الخميره بحال هكذاك، نضيف ليها معلقه ديال السكر، وغادي نخلط داكشي بماء دافي، ما يكونش سخون تاك الدرجه وما يكونش بارد، يعني يكون دافي. طيبوه شويه فوق العافيه وخلطوه شويه مع الماء بارد باش يكون دافي. هاد العجينه هادي بحال الخبز ديال الدار العادي جدا. انا زدت ليه شويه ديال القمح باش ما يجيش معلك بزاف، وبقيت كندلك فيه مزيان، ندلكو مزيان يعني كتعجنو بحال العجينه العاديه ديال الخبز. ودابا غادي نضيف ليه بعد ما جمعت العجينه نضيف ليها الملحه، ما تنساوهاش. العجينه خصها تكون رطبه وكتمشي معاكم فيما مشيتو، ما تكونش قاصحه حتى الدرجه. كما كتشوفوا معايا رطبه كيف ما ديتها معايا كتمشي. ودابا غادي نغطيها بعد ما ندير ليها الزيت، شويه ديال الزيت باش تبقى باش ما تشققش ليا زعما. نضيف ليها شويه ديال الزيت، ومن بعد ما صايبت العجينه دابا غادي نوجدوا الحشوه. غادي نحتاجوا تقريبا 7 ديال البصلات، غادي نشلضهم، يعني غادي نقطعهم طريفات رقاق، ونحتاجوا خيزويات تقريبا شي 2 هكاك، وغادي نبشرهم بحال هكذا. وغادي نضيف الربيع والثومه. بالنسبه انا عزيز عليا الثومه، درت ليها شي تقريبا شي 6 ثومات، ولكن الثومه على حسب اللي كيعجبكم. وهنا كنت سالقه البطاطا ومعستها هكا كما كتشوف معايا. اذا في مقلاه غادي نجيب البصله اللي قلت لكم، غنضيف فيها شويه الزيت باش غادي نشحرها فيها. غادي نضيف ليها الثومه، يعني نضيف ليها ديك المقادير اللي قلت لكم، الربيع لحقاش انا غادي ندير كميه كبيره. نتوما على حسب كما قلت لكم، ديروا عينكم ميزانكم فهادشي كامل اللي قلت لكم. من بعد ندوزو للعطريه. غادي نضيفو الخرقوم، سكينجبير، البزار، شويه ديال المروزيه كتجي فيه بنينه يعني مجرباها. وغتضيفوا الملح بطبيعه الحال. غتخلطوه شي كامل، بدا تحركوا فيه حتى تاخذ تدبل شويه البصله، تطيح شويه كما كتشوفوا معايا. اذا من بعد ما طاح شويه غادي نضيف ليها معلقه ديال الدار المبسوس، كيجي فيه لذيذ، كيجي بحال الفرماج ولا المهم كيجي المذاق لذيذ بزاف. وغادي نضيفوا داك الخيزو اللي درنا، نضيفوا ليه البطاطا، يعني غادي نضيف ليه داكشي كامل اللي وريتكم، وغادي نخلطو جميع تيتشحروا ليا كاملين. يعني بطاطا ديجا مسلوقه يعني طايبه كلشي، يعني دغيا كيتشحر دغيا كيطيب. وغادي نضيف ليه شويه المعلقه ديال التحميره، شويه ديال التحميره حسب اللون، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون عفوا. وصافي دابا كتصبح جاهزه كيف كتشوفوا كتجي معلكه فعلا، كتجي معلكه نيت. وغادي نحتاجو شويه ديال الزعتر، يعني كيجي لذيذ. الزعتر فيها كيجي رائع. درت كميه زعما كثيره كدرتو. من بعد ما ساليت الحشوه كنلقى العجينه ديالي صايبات خمرات ضعف الحجم ديالها، كنفرغ ليها الهواء اللي فيها صافي. ومن بعد غادي
نقسمها لقسمين باش تسهل ليا الخدمه. ودابا غادي نرش شويه ديال الدقيق على الزيت اللي غادي نحط فيه هادشي ديالي باش ما يتلصقش ليا العجينه. غادي نجمعها شويه بيدي هكا، ومن بعد غادي نشكلها كويرات صغيورين باش يجيونا الخبيزات الغنيه باش يجيو صغيورين. يعني نتوما لكم زعما الاختيار كيفاش تختاروا الشكل ديال الخبيزات ديالكم، بغيتوهم كبار متوسطين صغار. ومن بعد غندير انا يكونوا متوسطين، غادي للصغوريه وكيخرج لي زعما حجم زعما لا باس به كبير، تقريبا شي 17 حبه ولا 19 حبه خرجت ليا فهادشي كامل. مازال غنزيد نقص منهم لحقا جاوني كبار، شي وحدين جاوني كبار غادي نزيد نقص منهم. كنقرص بديك الدقيق ديال القمح بالنخاله ديالو بكلشي باش يكون منها صحي ومنها ما نضيعوش هادشي ديال النخاله، حقاش كنا عارفين الفوائد ديال النخاله. يعني كتكورون بهاد الطريقه هادي، يعني بالطريقه العاديه ديال الخبز. كيجيو زعما شي تغيير غير هادو صغيورين على ديال الخبز. اسمحوا لي على التسوار لحقاش كان عندي خوتي كيصوروا ليا، فمرة كتبان الشاشه كبيره مرة كتبان صغيره على حساب. المهم دا هو المضمون ديال الفيديو. يعني من بعد ما نسالي داكشي كامل نكورهم كاملين، غادي ندوز باش ندير فيهم نعمرهم بالحشوه ديالي. كما كتشوفوا معايا كنركز بزاف على الجناب، وحتى الوسط هو كتكليكيو عليه، ولكن من الجناب كترققهم اكثر باش تلقاو كيديروا تجمعوهم باش في الجميع ديالهم يجيكم ساهلين. كما كتشوفوا معايا كتجمعوا على الشكل هذا، وهذا كيكون هكا كتكون لينا الخبيزه ديالنا. كندوزو لجميع الكرات اللي باقي لنا كنديروا نفس الطريقه. وبالنسبه الى سقات معكم العجينه، عودوا ديروا شويه القمح في يديكم لحقاش الا خرجت العجينه للحشوه فاش كنتو كتجمعوا ديروا سيروا اش كيقولوا ليه القمح، وصيبوا يديكم فيه باش ما يمشي لكم اكل يدام يديكم. بحال دابا مثلا انا هنايا ما باش تلصق ليا، مشيت للقمح وصايبت يديا باش يمشي ليا وكملت عادي باش تسد لي العجينه باش ما تحش لي من بعد نكون كنكرسها. وغادي نكمل هادشي كامل. يعني باش تعرفوا شحال ديال الحشوه غادي ديروا فيهم كاملين، من الاحسن تعمرهم كاملين تكونوا قدام عينيكم باش اللي بان لكم شي واحد فيه كثير بزاف شي واحد ناقصين ليه، فهمتوني؟ كيجيك باش يجيك شي عبار تقريبا كدير فيه نفس الحشوه في كل شيء. ومن بعد غنجيب اللاطا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت باش ما يسقطش ليا بطبيعه الحال. شويه الزيت ماشي بزاف، شويه صافي ماشي ما تكثرش بزاف. وغادي نبدا نقرصهم بعد ما تيخمروا ليا بطبيعه الحال، خاصهم تيخمروا ليكم تي يعني تخفوا لكم واحد شويه باش يمشيو معاكم، باش مابقاوش نتوما كتقرصوهم مكنزين كيبقاو يرجعوا ليكم، فهمتوا؟ كتقرصوهم واحد شويه يعني كيجيو خبيزات ستيتوي كيف كيقولوا الشماليين، كيجيو صغيورين ومحيد دقين هكا، كيجيو غزالين وولدات.
والحشومه فيها لا لحم لا طون لا حتى شي حاجه، لا فرماج لا حتى شي حاجه، يعني كتجي حشوه اقتصاديه بزاف. نصحكم تجربوها، يعني ماشي ضروري يكون عندنا داكشي ديال داكشي الغالي الطون الكروفيت وهذا باش نجربو. ضروري نجربو بابسط الاشياء وكيجي لذيذه فعلا. نصحكم تجربوها فعلا، كتجي رائعه. ما تملوش من المذاق ديالها، خصوصا الزعتر الا كثرتو فيها ماشي بزاف ديك الدرجه تيجي مر، ولكن الزعتر كيدير ليها واحد النكهه ما تصوروهاش، لذيذه بزاف. ومن بعد غادي نضيف ليها، غندير البيض باش ندهن من الفوق باش يتحمروا ليا. كان عندكم بيض ديروا، ما كانش عندكم بلا ما ديروا دخلوهم غير الفران هكا وصافي، يعني ما كاين لاش. المهم هو المذاق يجيكم الا ما دخلتو الا ما درتو ليهم البيض هكا يجيكم اللون ديال الخبز عادي، فهمتوا؟ ولكن باش الا بغيتوها تحمر ليكم وتجيكم زوينه في المنظر، من الاحسن ديروا البيض وديروا ليه التحميره، معلقه ديال التحميره هكا باش يعطيكم حسب اللون، وتخلطوا فيه هكا عادي. هذه بالنسبه للزينه كنحتاجوا البيض والتحميره ونطربوهم وشويه ديال الزنجلان باش ندردرو عليهم من الفوق. كتشوف معايا غادي ندهن الوجه ديال الخبيزات ديالي بالبيض. يعني هاد البيض هذا فقط للزينه، يعني الا بغيتو يجيوكم خبيزات عاديين بلا ما تدهنوهم بالبيض. وإلا ما كانش عندكم يعني ما كاينلاش، حنا كنمشيو لشي اقتصادي، كاين عندك واحد الحاجه ديريها، ما كاينش عندك بلا ما ديريها ما كاينلاش. حنا غير من اجل المنظر بطبيعه الحال، لحقاش العين كيف كتشوف هي كتاكل قبل من الفم. اذا من بعد غادي نديرو ليها شويه ديال الزنجلان ندردرو عليها من الفوق، كتجينا بحال اللون ديال الكرواسون. اذا شفتوها من الفوق كتجيكم بحال الكرواسون. يعني غنبقى هكا نكمل الكميه كامله اللي خرجت ليا. ومن بعد كما كتشوف معايا دخلتهم الفران دابا هنا، وها اللون ديالهم كيجي، يعني كيجيو هشاشين ولذاذين بزاف 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 بزاف. قبل نسيت، بعدا قبل ما تدخلوهم الفران خاصهم حتى يتنفخوا ليكم، حتى يخمروا ليكم عاد باش تدخلوهم الفران. وهذه هي النتيجه ديال الريزولطا ديالها، كتجي لذيذه بزاف واللون ولا اروع كيف ما كتشوف معايا، وكتجي مفشفشه رائعه بزاف بلا قياس. نتمنى انكم تجربوها وتبقوا